الراجل اللي في الصورة قدامكم دوت لقبوه بان هو ضد الموت، ومفيش اي حاجة في الدنيا بتقدر ان هي تنهي حياته. اتعرض لحوادث كتير اقل واحدة فيهم كفيلة ان هي تموته، لكن سبحان الله في الاخر كان بيعيش برضه. ودلوقتي احكي لكم قصة حياته باختصار شديد. اسمه ادريان، وهو جنرال ايطالي كان شارك في الحرب العالمية الاولى والتانية كمان. خلال الحروب دي كلها كان فقد عينه ودراعه الشمال وجزء من ودانه او اذنه، ده غير انه اتصاب في الجمجمة والرقبة والمعدة والساق. يعني من الاخر كده ما كانش فيه اي حاجة سليمة ابدا. بيقول لك ان في طيارتين اتحطموا بيه، ده غير ان منزله كان اتعرض لاكتر من مرة للهجوم المسلح، وفوق ده كله كان عاش برضه وتم تدمير ممتلكاته بالكامل. واخر رسالة كتبها في المذكرات بتاعته: شكرا، لقد استمتعت بالحرب كثيرا. وعشان خاطر كل اللي حصل له، الرسالة الاخيرة اللي هو كتبها دي كانوا لقبوه بأدريان الوحش او اقوى جندي في التاريخ. وفي النهاية لو عجبك الفيديو اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. كمان بشكركم جدا على تفاعلكم مع الفيديو اللي قبل ده على طول. ما تنسوش كمان ان رأيكم بيهمني جدا في التعليقات. سلام.